وصفتين من أحلى بلدين، العراق فلسطين. بسم الله نبدأ. للمسخن أحتاج شرائح بصل، ضفت عليه سماق وملح، فلفل أسود وبهار دجاج، وراح أضيف عليه كوب من زيت الزيتون. بهاي الوصفة لازم تضيفون زيت زيتون. خليت عليهم قطع صدور الدجاج بعد ما غسلتها ونشفتها، راح أشويهم على درجة 200 إلى أن يستوي الدجاج تماما. وبهالأثناء راح أسوي الخبز العراقي، وعندي هنا 5 كوب طحين وملعقة كبيرة من الخميرة والملح. ضيفوا له مي دافي بالتدريج وعجنوها، بعدين امسح وجهها بشوية زيت وغطوها ساعة. بعد ما استوى عند صدور الدجاج هرستهم وفتتتهم، وبعد مرور ساعة بعد ما اختمر عندي العجين سويته شنق وصغار مو كبار. وبهالأثناء شغلت الفرن على درجة حرارة عالية، تريدون من الجهتين أو بس من فوق، ولازم صينية الفرن مقلوبة بالعكس وتكون ساخنة. ثبتتها بالرف فوق الوسط دقائق ويجهز عندكم الخبز. وراح أخلي المسخن على الخبز العراقي، وخلوا عليها أي خضار يعجبكم. اطووا الخبزة واشووها، وألف عافية عليكم. أحبكم، مع ألف سلامة.